ايه علامات الخطر اللي تخليكي تجري وانت خايفه؟ يعني كده الطفل دخل في مرحله من صعوبه التنفس. رقم واحد، لو لقيت الطفل وهو قاعد بينت. يعني ايه بينت؟ يعني بيعمل كده يعني نفسه في نته كده في النص، خلاص دي علامه من علامات الخطر اللي بتقول ان الطفل بدا يخش في مرحله من مراحل صعوبه التنفس. رقم اتنين، لو لقيت الطفل بيحرك الحته دي اثناء التنفس، عارفه اللي هو كده، بصي الإيلانيزاي دي بتتحرك مع التنفس، دي من علامات صعوبة التنفس. خلاص، ايه كمان؟ ان تلاقي الطفل معدل النفس سريع، اللي هو نهجان بنسميه، بدل ما كنا بنتنفس مثلا انا كبير من 18 ل 20 نفس في الدقيقه، دخلت في 30 و40، طفل صغير دخل في 60 واكتر. خلاص، فدي برضو من علامات الصعوبه في التنفس. ايه كمان من صعوبه التنفس؟ ان انت تلاقي ضلوع الطفل بقت باينه. يعني لما بكشف الطفل وابص على النفس، بتلاقي بيتنفس من بطنه والضلوع من تحت بدات تظهر. يعني مش عارف اوريها لكم ازاي، دي محتاجين تشوفوها، بس هي مميزه جدا، تلاقي في جروف كده والضلع الاخير ده باين. فدي برضو من علامات صعوبه التنفس، اللي هو الطفل بدا يستخدم عضلات الصدر في التنفس. يعني كان النفس العادي مش قادر، فيا عيني بيحاول. بعد كده المرحله اللي هو خلاص الطفل يعني ايه، مش قادر يتنفس، ودي بيتحط على جهاز تنفس صناعي. وعاده الام بتيجي متاخره جدا وعماله تجرب في مش عارف ده اسمه ايه وده اسمه ايه وده اسمه ايه، فات اسبوع 10 ايام الطفل التهاب الرئوي خلص عليه، تروح بقى بوريش. يعني حصلت السنه اللي فاتت والله، فبوريش ما رضيش ياخدوا الطفل، قالوا لها خلاص الولد، البنت كانت بنت يعني 6 شهور وتوفت في الطوارئ خلال ساعتين. فبلاش معلش نستخسر، لان حياه الطفل تسوى ملايين. يعني كشف الدكتور ارخص بكتير من وفاه الطفل. الدواء اللي بتجيبيه غلط حرام عليكي، التحاليل، الاشعاعات، كل ده ارخص. تطعيم الاضافي اللي هو غالي، يعني التطعيمات الاضافيه النهارده كل حقنه داخله في 1000 جنيه وشويه، بس ده ارخص من اللي بيحصل لما الطفل يجي له مثلا التهاب رئوي ويتحجز في مستشفى، هتصرفي 20 30 الف جنيه ومش هتلحقيه. يبقى الحقنه ارخص بكتير. خلاص، فاللي انا قلته ده اسمها علامات الخطر. ايه كمان من علامات الخطر؟ السخونيه الجامده اللي مش بتنزل. يعني طفل سخن بس، في الادوار العاديه بتاع البرد تلاقي الواد بياخد الخافض شويه والحراره تنزل وشويه وترجع تاني وفي استجابه للعلاج. فهنا بنقول يعني في امل. خد بالك انا بقول ده كله لمين؟ للام اللي مكسله تروح تكشف. لكن الصح ان انت تروح تكشفي، ابنك بيكح اكشفي، شكرا، مفيش اي جمله تتحط جنب القصه دي. تخش بقى الفيسبوك، ابني بيكح اعمل ايه؟ تبعت لي على الواتس، ابني بيكح اعمل ايه؟ روح اكشفي. ما هو بيكح، يعني بيكح عنده ايه؟ الله اعلم. يعني بيكح مثلا عنده برد وسيط، ولا عنده التهاب رئوي بيموت فيه وانت قاعده مستنيه يعني لما يموت عشان نقول اه فعلا ده الواد كان حالته خطيره يا عيني. انت يعني ده الاختبار يعني اللي هنعمله؟ اكيد لا، مش هنعمل كده. فبعد اذنكم يا جماعه خافوا على اولادكم. انا عارف ان انتوا بتخافوا على اولادكم بس بتستسهلوا او بتتكاسلوا. مش دي الحاجه اللي بنتكاسل فيها، خصوصا الدور اللي ماشي بقى. الدور ده عامل زي الكورونا، انتشاره سريع قوي، بيعمل مضاعفات بسرعه جدا. يعني ادوار البرد العاديه كان ممكن يحصل التهاب رئوي بعد مثلا اسبوعين 3 من الاهمال، النهارده ممكن في يوم وليله تلاقي الطفل دخل في التهاب رئوي.